هو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهارده بقى هنعمل شوكليت شيب كوكي. احلى حاجه ممكن بجد تاكلوها الصبح كده وتفطروا بيها مع كوبايه قهوه وكوبايه نسكافيه، او ممكن الاطفال مع لبن كده. بجد تحفه ولذيذه قوي كمان لللانش بوكس والفطار. بجد حاجه تحفه، تغيير كده. ممكن كمان يعني بالليل كده ناكلها واحنا رايقين قاعدين مع نفسنا. بجد تحفه خطيره، وطعمها بجد لذيذ وطريه كده من جوه ومن بره كريسبي. هنعرف التفاصيل كلها وازاي تطلع معانا مظبوطة، والتسوية بتاعتها ولا غلطة. وكمان الوصفة والمقادير حقيقي حقيقي مظبوطة بالملي. هتعتمدوا الوصفة دي، مش هتجربوا غيرها. ويلا بينا بقى نشوفها. معانا اول حاجة 100 جرام من الزبدة، تكون بدرجة حرارة الغرفة. تمام، يعني تكون مش دايبة وما تكونش متلجة من التلاجة، لا تكون بدرجة حرارة الغرفة. وبعدين هنفككها كده بالمضرب، هنقعد نضرب فيها نفككها كده شوية. وبعدين معايا يعني سكر بني وسكر ابيض. معايا 50 جرام سكر بني و50 جرام سكر ابيض. ممكن تستبدلوا الكمية كلها بالسكر الابيض، اوكي، بس الوصفة الاساسية وهتكون مظبوطة ويديني اللون الصح بالسكر البني. مش عندنا، طب نعمل ايه؟ نجيب السكر، نجيب 100 جرام سكر ابيض، نحط عليه معلقتين عسل اسود كبيرة وهيدينا اللون المظبوط اللي هو السكر البني. وبعدين هضيف بيضة واحدة برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة. احنا ضربنا السكر مع الزبدة لحد ما يدوب كده شوية، وبعدين ضفت البيضة وضفت باكت من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا. وهرجع اضرب تاني لحد ما البيض يختلط مع الزبدة والسكر كده ويبقى خليط واحد. واول ما احس خلاص ان السكر داب مع الزبده والبيض وما بقاش ليه اي اثر، يعني مفيش اي اثر للسكر خالص ولا حبيبات السكر، هبدا بقى اضيف المكونات الجافه. زي ايه؟ معايا الدقيق، والدقيق 200 جرام. يفضل ان احنا نستخدم الجرامات والميزان احسن، لان الكوب بتاعي قلتلكوا قبل كده غير الكوب بتاعكم. بس عامه استخدمت كوب وربع دقيق، يعني 200 جرام. هنا بقى ايه؟ هنا في رشة من الملح، وفي 3 جرام من البيكنج صودا و4 جرام من البيكنج باودر. لازم بيكنج صودا وبيكنج باودر من عند العطار. بيكنج صودا اللي هي اسمها بيكربونات الصوديوم، غير البيكنج باودر اللي هو بتاع الكيكة. تمام، بنستخدم الاتنين.